تخيل معايا انك صاحب شركة في اوروبا وطلبت شحنة جاية من الهند، والمورد بلغك ان الشحنة هتاخد في الطريق 6 شهور. اول رد فعل ليك هيكون ايه؟ لكن لو رجعنا بالزمن قبل حوالي 200 سنة هنكتشف ان ساعتها ده ما كانش تأخير، ده كان الطبيعي. كل منتج في حياتنا ليه حكاية، كل حكاية بدأت بمشكلة، وفي كل مرة البشر كانوا بيلاقوا الحل العالم كان بيتغير. أنا خالد رمضان، ودي كان يا مكان. من 200 سنة كان العالم أكبر بكتير من اللي نعرفه النهاردة. مش أكبر في المساحة هي لكن كان أكبر في الوقت. رحلة بحرية واحدة كان ممكن تاخد 6 شهور، وساعتها التاجر ما كانش بيحسب بس تمن البضاعة، كان بيحسب كمان هو هيفضل قد إيه مستنيها. في الزمن ده كان الطريق ما بين آسيا وأوروبا بيعدي من البحر، لكن مفيش طريق مباشر. يعني أي سفينة خارجة من الهند أو من الصين أو من جنوب شرق آسيا ورايحة لأوروبا كان لازم تنزل ناحية الجنوب وتلف حوالين قارة أفريقيا كلها من عند رأس الرجاء الصالح، وبعدين ترجع تطلع تاني لحد ما توصل للبحر المتوسط. رحلة طويلة جدا، مش بس في المسافة لكن كمان في المخاطر، رياح، عواصف، أمواج وأمراض، وأحيانا السفينة نفسها ما كانتش بترجع، وده معناه إن البضاعة راحت والفلوس كمان راحت. وساعتها كان ممكن ان التاجر نفسه يفلس. علشان كده كان في قاعدة بسيطة جدا: كل يوم زيادة في الرحلة بيكلف فلوس، وكل يوم اقل بيكسب فلوس. يمكن النهاردة لما شحنة بتتأخر يوم او يومين الدنيا كلها بتتقلب، لكن زمان الناس كانت مستعدة ان هي تستنى شهور، لان ببساطة مفيش حل تاني. والغريب ان المشكلة ما كانتش في السفن، بالعكس السفن كانت بتتطور وكل شوية تبقى اكبر، أسرع، وكمان أقوى، لكن الطريق هو اللي فضل زي ما هو. وأوقات كتير المشكلة ما بتكونش في الوسيلة، بتبقى في الطريق نفسه. وده اللي خلى سؤال واحد يفضل يتكرر جيل بعد جيل: ليه السفن بتلف كل المسافة دي؟ ليه ما يبقاش فيه طريق أقصر؟ لو بصيت على الخريطة هتلاقي إن البحر الأحمر والبحر المتوسط مش بعاد عن بعض، بس بينهم شريط طويل من الأرض. يعني نظريا الحل كان باين، لكن تنفيذه هو اللي كان شبه مستحيل. وده يمكن هو الفرق ما بين الفكرة والمشروع. أي حد يقدر يقول نعمل قناة، لكن السؤال الحقيقي هنا مين يقدر يحفرها؟ وفي المكان ده تحديدا كان فيه صحراء، مفيش مدن ولا معدات ولا حتى مية تكفي آلاف العمال اللي المفروض تحفر المكان ده، مجرد رمال تشوفها بطول بصرك. ومع ذلك كان في ناس كل ما تبص للمكان ده تشوف حاجة مختلفة. الناس كانت تشوف صحراء وهم يشوفوا طريق. الغريب ان فكرة الطريق دي ما كانتش جديدة في حد ذاتها، ولا حتى كانت وليدة القرن ال19. الحقيقة ان الحلم ده كان عمره آلاف السنين، لكن كل مرة كان يقرب انه يبقى حقيقة او واقع يختفي. كل الكلام ده واكتر كان موجود في كتاب The Suez Canal: A Personal History للمؤلف زاكاري كاربل، ويا رب اكون قلت اسمه صح. النهارده لو سالت اي حد ان فكره قناه السويس دي كانت فكره مين، احتمال كبير يرد ويقول لك ديليسيبس. لكن الحقيقه ديليسيبس ما اخترعش الفكره، هو كان الشخص اللي قدر يحولها لواقع. اما الفكره نفسها فكانت اقدم من كده بكتير جدا. كان في سؤال دايما بيطارد البشر: طالما البحر المتوسط قريب والبحر الاحمر قريب، ليه ما نوصلهمش ببعض؟ الفكره كانت بسيطه، لكن تنفيذها كان هو المستحيل. من الاف السنين ناس كتير حاولت تعمل القناه، وفي محاولات كتير اتعملت بالفعل، لكنها كانت مختلفة عن قناة السويس اللي نعرفها دلوقتي. بعضها كان بيربط نهر النيل بالبحر الأحمر، وبعضها اشتغل فترة وبعد كده اتردم. لكن الغريب إن الفكرة نفسها ما ماتتش. كل جيل جديد يجي يسأل نفسه نفس السؤال لما يبص على الخريطة ويقول هو ليه بنستخدم الطريق الطويل ده؟ مفيش طريق أقصر؟ ولسنين طويلة جدا، يمكن آلاف السنين، فضل السؤال ده من غير إجابة لحد ما دخلنا في القرن ال19. العالم وقتها كان بيتغير بسرعة كبيرة جدا، المصانع في أوروبا بتزيد، تجارة بتكبر، السفن بقت بتشيل حمولات أكتر، لكن الطريق هو وده معناه ان العالم بيتطور لكن الطريق واقف مكانه. وده كان عمره ما هيستمر، لان في عالم التجارة دايما بتدور على الحل الاسرع والاوفر والامن والاسهل. وفي الفترة دي بدأت فكرة القناة ترجع تاني، لكن المرة دي كانت بشكل جدي. مهندسين بدأوا يدرسوا المشروع، يرسموا خرايط، يحسبوا مسافات. ولكن في البداية ظهرت مشكلة كانت ممكن توقف المشروع خالص. قالوا ساعتها ان في فرق بين منسوب البحرين، ولو اتفتح ممر بينهم ممكن يحصل اندفاع ميه شديد جدا يضيع المشروع كله. وكان الطبيعي ان ناس كتير تصدق الفكرة دي وتقول خلاص المشروع مع السلامة، أو إن الفكرة مستحيلة. لكن بعد مراجعة القياسات اكتشفوا إن حساباتهم الأولى هي اللي كانت غلط، وإن الفرق الحقيقي بسيط جدا. وساعتها الفكرة خرجت من عالم الأحلام
لحيز او عالم التنفيذ. وده يمكن كان اكبر درس في الحكايه دي، ان اوقات ممكن مشكلتك ما تبقاش بس في الفكره، لكن ممكن تكون في معلومه غلط او حسبه غلط، ولما الغلط يتصلح تكتشف ساعتها ان المستحيل ما كانش مستحيل اصلا. وزكاري كارابل قال في كتابه ان فكره القناه فضلت ترجع للحياه مره بعد مره، لان فوائدها كانت واضحه لاي حد بيمسك الخريطه. فالسؤال ما كانش هل القناه مفيده، السؤال كان مين يقدر ينفذها. ومن اللحظه دي بدات القصه الحقيقيه، مش قصه الفكره ولكن قصه الناس قرروا يحولوا الفكره دي لحقيقه. الحلم كان موجود، الدراسات بقت جاهزة، والعالم بقى مستني الخطوة الأولى. لكن في فرق كبير قوي بين إن أنت ترسم القناة على الخريطة وإن أنت تبدأ تحفرها في قلب الصحراء، وده بالظبط اللي هنشوفه في الفصل اللي جاي. كنا وقفنا إن لحد اللحظة دي كانت القناة مجرد فكرة موجودة على الخرايط مرسومة بالأقلام وفي عقول المهندسين، لكن لسه مفيش حفرة واحدة اتحفرت على أرض الواقع. وفي سنة 1854 كل حاجة بدأت تتغير. في الوقت ده كان في دبلوماسي فرنسي اسمه فرديناند دي ليسيبس، ودي ليسيبس الحقيقة هو ما كانش المهندس ولا كان خبير حفر، لكن كان عنده حاجة يمكن كانت هي الأهم، كان بيعرف إزاي يقنع الناس بفكرته. وبعد مفاوضات طويلة حصل على امتياز إن هو يأسس شركة تبقى مسؤولة عن الحفر وتتولى حفر قناة تربط ما بين البحر الأحمر والبحر المتوسط. ومن اللحظة دي الحلم ما بقاش حلم، الحلم بقى مشروع. لكن أي مشروع ضخم بيبان حجمه أول لما يبدأ التنفيذ، ولما بدأوا يوصلوا لمكان الحفر كانت ساعتها المفاجأة. تقريبا مفيش أي حاجة، مفيش مساكن ولا ورش ولا طرق ولا حتى مصادر ميه، المكان كله كان عباره عن صحراء. فكان لازم ساعتها قبل ما تبدا تحفر القناه كان لازم تبني مكان للناس تعيش فيه، عمال ومهندسين وفنيين كلهم محتاجين اكل وشرب وادوات يشتغلوا بيها ومكان يناموا فيه. وده خلى ان اول مرحله في المشروع مش الحفر لكن تجهيز الصحراء نفسها عشان تستقبل مشروع بالحجم ده. بعدها بدات اول ضربه فاس، وكان اليوم 25 ابريل 1859 في المكان اللي هيبقى بعد كده مدينة بورسعيد. أكيد اللي كانوا واقفين ساعتها ما كانوش متخيلين إن الضربة دي هتبدأ مشروع هيعيش سنين وهيدخل كتب التاريخ، لكن الواقع كان أصعب بكتير. الرمال كانت في كل مكان، والشمس كانت قاسية جدا، والحفر كان يدوي في معظمه. كل متر محتاج وقت ومجهود وصبر، وأحيانا إعادة الشغل من الأول، لأن طبيعة الأرض ما كانتش سهلة. ورغم كده الشغل ما وقفش، كان بطيء بس كان مستمر، يمكن متر النهارده مترين بكره، لكن كل يوم كان الحلم بيقرب خطوه. وده كان يمكن هو اهم حاجه. اي مشروع كبير ما بيبداش بقفزه واحده، بيتبني بخطوات صغيره. يمكن وانت شايف المتر الواحد ده تحس انه قليل، لكن بعد سنين هتكتشف ان المتر ده كان بدايه الطريق كله. وبرده زكاري كارابل كان قال في نفس الكتاب التحدي الحقيقي في البدايه ما كانش الحفر نفسه، لكن كان التحدي في انشاء بيئه كامله تقدر تستوعب الاف الاشخاص في منطقه ما كانتش مهيئة للحياة. وده كان إنجاز يمكن ناس كتير ما كانتش بتفكر فيه، لأنهم دايما كانوا بيبصوا على القناة وما بصوش على كل اللي اتبنى حواليها. زي احنا ساعات بنشوف النتيجة وننسى البداية، زي أي حد يشوف عمارة كبيرة أو فيلا ضخمة وينسى إنها كانت في أول يوم مجرد حفرة. كل يوم كان بيعدي كان المشروع بيقرب من هدفه، لكن بعد كام سنة من بداية المشروع هتحصل أزمة ما كانتش في حسبان حد. أزمة كانت ممكن تنهي المشروع كله أو تخليه أقوى من الأول، وده اللي حصل فعلا، وده هنشوفه في الفصل اللي جاي. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك واشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد من سلسلة كان يا مكان. لما الحفر بدأ كان في إحساس إن أصعب خطوة عدت خلاص، المشروع بدأ والشغل ماشي وكل يوم كان بيضيف متر جديد. لكن الحقيقة إن أصعب امتحان كان لسه مستنيهم. في البداية كان الاعتماد على العمل اليدوي، آلاف العمال بيحفروا وينقلوا الرمل بمعدات بسيطة جدا، والشغل كان بياخد ساعات طويلة جدا عشان يخلص. كان واضح ان الطريقة دي مش هتكفي خصوصا مع مشروع بالحجم ده. وبعد التاريخ ده بسنين حصل تغيير كبير جدا، اتلغى نظام السخرة، وده كان قرار مهم جدا وقوي جدا، لكن بالنسبة للمشروع ده كان معناه ان عدد العمال قل جدا. وفجأة الناس بدأت تسأل هو المشروع هيكمل ولا دي النهاية؟ كان سهل جدا ان هم يستسلموا ويقولوا ان المشروع اكبر من امكانياتهم، لكن اللي حصل كان عكس كده خالص. بدل ما يدوروا على عمال اكتر بدأوا يفكروا بطريقة مختلفة. لو المشكلة في طريقة الحفر يبقى نغير طريقة الحفر. ومن هنا بدأت تدخل المعدات التقيلة والضخمة في حفر قناة السويس، زي الكراكات والحفارات البخارية، آلات ضخمة جدا وكانت
بالنسبة لوقتها قفزة كبيرة جدا. الرمال اللي كانت بتتشال في ساعات بقت بتاخد وقت أقل بكتير، والشغل بدأ يتحرك بسرعة مختلفة. المشروع نفسه اتغير، مش لأن الأرض اتغيرت، الأرض زي ما هي، ولكن الأدوات اتغيرت وبقت أحسن وأفضل بكتير. ودي فكرة بنشوفها لحد النهاردة ولازم ناخد بالنا منها كويس. مش كل مشكلة تتحل بمجهود أكبر، أوقات ممكن يبقى الحل بس في إنها تتعامل بطريقة أذكى. وده اللي حصل مع حفر قناة السويس. الحفر رجع يتقدم من جديد وكل يوم كانوا بيقربوا من الهدف. وبيوضح زكاري كاربل ان استخدام المعدات الميكانيكية دي كان نقطة تحول، وهي اللي خلت المشروع يقدر يكمل بالسرعة المطلوبة. ومع مرور الوقت بدأ شكل القناة يبان، بعد ما كان مجرد خط على الخريطة بقى فيه مجرى مائي بيتكون قدام عيون الناس. ومع كل متر جديد الحلم بقى بيقرب اكتر من اي وقت فات. وبعد 10 سنين من الحفر والتعب والمجهود والوقت والتحديات، جه اليوم اللي كان كل العالم مستنيه. اليوم اللي أول سفينة فيه هتعدي من طريق كان لحد قريب جدا مجرد حلم. وده اللي هنشوفه مع بعض في الفصل اللي جاي. تخيل معايا كده، النهارده 17 نوفمبر سنة 1869، وده اليوم اللي اتفتحت فيه قناة السويس. احتفال كبير جدا من دول كتير جدا وسفن مستعدة انها تعدي من القناة. لكن وسط كل المشهد ده كان في سؤال مهم يمكن محدش سأله وقتها، هو ايه اللي اتغير فعلا؟ هل مجرد قناة جديدة هتفرق فعلا، ولا هيكون مجرد مشروع كبير واتعمل وخلاص؟ الإجابة ظهرت بسرعة رهيبة. السفن اللي كانت بتلف حوالين أفريقيا بقت تقدر تختصر طريقها بسرعة، وده معناه وقت أقل، استهلاك وقود أقل، تكلفة أقل. وبرضه التاجر اللي كان بيستنى شهور بقت بضاعته بتوصل له أسرع. وفجأة بدأ العالم إنه يتعود على فكرة جديدة، إن الطريق الأقصر ده مش رفاهية، ده ميزة وكل الشركات عايزة تستفيد منها. ومع مرور الوقت بدأ عدد السفن يزيد، وسنة بعد سنة بقت القناة جزء أساسي من حركة التجارة. وبرضه بيقول زكاري كاربل إن تأثير القناة ما كانش على مصر بس ولا على أوروبا بس، لكن كان على التجارة العالمية كلها، لأنها غيرت الطريقة اللي البضاعة بتتحرك بيها. ولو فكرت فيها هتلاقي إن القناة ما صنعتش بضاعة ولا بنت مصانع ولا اخترعت سفينة، هي بس خلت الطريق أقصر. لكن ساعات تغيير بسيط في الطريق بيغير كل اللي بعده. ويمكن ده السبب اللي بيخلي قناة السويس تكبر في أهميتها كل سنة عن السنة اللي قبلها، لحد ما بقت واحدة من أهم الممرات الملاحية في العالم. وأي سفينة كانت تعدي منها كانت بتثبت إن القرار اللي اتخذ من سنين ده كان فعلا هو الصح، وكان قرار غير شكل التجارة. لكن أهمية القناة ما ظهرتش كلها في أول سنة ولا حتى في أول 10 سنين. قيمتها الحقيقية بدأت تظهر لما التجارة بدأت تكبر، وكل ما العالم بدأ أكتر يعتمد على النقل البحري. وساعتها بقى واضح إن القناة دي مش مجرد طريق، دي بقت جزء من حركة العالم. كل يوم كانت سفن جديدة بتعدي، كل سنة كانت التجارة بتكبر أكتر، لحد ما جه الوقت إن بقت حاجات كتير جدا في حياتنا اليومية بتوصل لنا عن طريق قناة السويس. وده هيكون بداية الفصل اللي جاي. مع مرور السنين قناة السويس بقت مشهد عادي، سفن بتدخل سفن بتخرج ليل ونهار، لدرجة ان ناس كتير افتكرت ان ده شيء طبيعي. لكن الحقيقة ما كانش طبيعي خالص، لان العالم كان بيتغير كل سنة. المصانع بقت بتنتج اكتر، تجارة بتكبر اكتر، والسفن بقت اضخم واسرع وبتشيل حمولات اكبر. وفي وسط كل التغيير ده فضلت قناة السويس واحدة من اهم الطرق اللي بتربط الشرق بالغرب. ومع مرور الوقت ظهر اختراع غير شكل التجارة، وهو الحاوية أو الكونتينر. شكله بسيط لكن خلى نقل البضاعة أسرع، أوفر وأسهل. ولو فاكرين في حلقة الحاوية، وبالمناسبة هتلاقوها في الآي اللي فوق هنا أو هنا، هتفتكر إن الفكرة ما كانتش في الصندوق، الفكرة كانت في الوقت. إزاي نقلل وقت النقل، وقت المناولة، ونوفر في التكلفة أو نقلل التكلفة. لكن حتى الحاوية كانت محتاجة طريق أسرع، وهنا رجع دور قناة السويس. كل حاوية كانت بتعدي من قناة السويس كانت بتختصر وقت كبير جدا، توفر تكلفة، وده خلى القناة تبقى جزء من حاجة أكبر بكتير، جزء من حركة التجارة العالمية. يمكن أنت النهاردة لما بتشتري موبايل أو لابتوب أونلاين ويوصلك في خلال يومين 3، يمكن المنتج ده في رحلته اتحرك جوه حاوية وعدى من قناة السويس. يمكن أنت ما شفتهاش، لكن هي كانت جزء من الرحلة. وده هو يمكن أغرب حاجة في البنية التحتية. كل ما تكون شغالة كويس الناس ما بتفكرش فيها، لأنها بتعتبرها أمر طبيعي، لكن لو وقفت الكل يحس بيها. وبيوضح مارك ليفنسون في كتاب ذا بوكس ان نجاح التجارة الحديثة مش بيعتمد على السفن بس ولا على المصانع بس، لكن على شبكة كاملة بتشتغل من غير توقف. وقناة السويس كانت واحدة من اهم اجزاء الشبكة دي. امثلة تانية على البنية التحتية واللي الناس مش بتفكر فيها، زي الكهرباء، طول ما هي موجودة محدش بيفكر فيها، بس اول لما تقطع الدنيا تقع. لسنين طويلة
فضلت القناة شغالة بكفاءة عالية، والسفن فضلت تعدي يوم ورا يوم، واحدة ورا التانية، لحد ما جه يوم أثبت إن طريق واحد ممكن يأثر على العالم كله. والغريب إن السبب ما كانش حرب ولا إعصار ولا زلزال، السبب كان سفينة واحدة. أحيانا إحنا ما بنعرفش قيمة الحاجة إلا لما بتختفي، وده بالظبط اللي العالم هيتعلمه في مارس 2021. عشان تعرف اللي حصل كمل معايا للفصل اللي جاي. في 23 مارس 2021 كان يوم عادي زي أي يوم. السفن كانت بتدخل وتخرج، حركة الملاحة كانت ماشية بشكل طبيعي جدا، وفجأة وصل خبر لف العالم في دقايق. سفينة عملاقة اسمها ايفر جيفن جنحت داخل قناة السويس. في البداية ناس كتير افتكرت انها مجرد حادثة وان الموضوع هيخلص بعد ساعات، لكن الساعات بدأت تبقى ايام، والايام دي كانت كفيلة بانها تخلي العالم كله يحس باهمية قناة السويس. مئات السفن وقفت في انتظار المرور، وسفن تانية غيرت طريقها ورجعت تلف من رأس الرجاء الصالح، نفس الطريق اللي بدأنا بيه الحكاية، وكأن التاريخ قرر يلف هو كمان دايرة كاملة. الفرق الوحيد ان العالم سنة 2021 ما كانش هو العالم قبل 1869. كل يوم تأخير كان معناه مصانع مستنية خامات، شركات مستنية بضايع، حاويات اتأخرت عن مواعيدها، وده خلى العالم كله يتكلم على قناة السويس من جديد. وبيوضح مارك ليفنسون في كتاب ذا بوكس إن سلاسل الإمداد الحديثة مبنية على إن كل حاجة توصل في وقتها، وأي تأخير حتى لو كان بسيط بيبدأ يعمل تأثير كبير زي الدومينو. وده بالظبط اللي حصل في قصة سفينة ايفر جيفن. لكن بعد أيام نجحت فرق الإنقاذ بعد مجهود جبار في تعويم السفينة مرة أخرى، ورجعت حركة الملاحة تشتغل، وانتهت الأزمة، ولكن الدرس فضل موجود. يمكن وانت بتعدي جنب قناة السويس بتشوف سفينة وبتكمل طريقك عادي، لكن الحقيقة كل سفينة بتعدي وراها قصة، وراها بضايع ومصانع وشركات مستنية حاجة توصل. يمكن احنا ما بنفكرش في الطريق إلا لما بيقف، لكن الطريق ده بقاله أكتر من 150 سنة شغال كل يوم، وبيوصل الشرق بالغرب، بيختصر وقت وبيضيف قيمة للعالم كله. كان يا مكان كان في طريق طويل لفت فيه السفن حوالين أفريقيا، وكان في ناس بصت للخريطة وقالت أكيد في طريق أقرب. سنين طويلة والفكرة دي كانت مجرد حلم، وبعدين بقت مشروع، وبعدين بقت حقيقة. والنهاردة كل سفينة بتعدي في قناة السويس بتفكرنا إن ممكن فكرة واحدة تغير طريقة العالم، مش لأنه اتغير، لأنه لقى طريق أفضل. ودي كانت حكاية القناة اللي غيرت العالم. شكرا لحضراتكم، ولو الحلقة عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك، سبسكرايب، واستنوا الحلقة الجديدة من كان يا مكان.